السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا بنات، احنا مش هنعمل روتين، يعني هو مش روتين. بس انا بصراحة كنت زهقانة قوي من نظام الأوضة. ما كانتش عجباني خالص، وكنت مغيرة مكان السرير وحاطاه جنب الحيطة، على اساس يعني ان لما اولد، يعني اما اجي انام انا وجوزي والبيبي السرير ياخدنا. بس بصراحة لقيت كده كده ان جوزي ما بيرضاش ينام جنبينا، لان احنا بنسهر طول الليل وزين ما بينامش، وبنقعد لوحدينا في الاوضه. فبصراحه نظام الاوضه ما كانش عاجبني خالص. ففكرت ان انا قاعده بقى، بما اني ما فيش بقى حاجه اعملها، واحنا كده كده عاملين روتين الشقه ومخلصينه، وما فيش اي حاجه نعملها. قلت ايه، لا انا النهارده هغير نظام الاوضه خالص، لان بصراحه كنت اكتئبت منها جدا 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 جدا، وما كنتش يعني بحب حتى اقعد فيها. يعني انا حتى في العادي كنت لما بتعب من قاعده بره في الانتريه او حاجه، واحب اقعد شويه لوحدي كده اريح اعصابي من العيال، كنت بدخل الاوضه. بس نظام الاوضه كان مخليني ببقى متضايقه، ما كنتش بدخلها غير على النوم. فقلت النهارده كده اقوم واتنشط كده، واغير النظام واعمله كده ايه، نظام بقى يريحني نفسيا، احس كده ان انا مرتاحه. لان زي ما انتوا عارفين ان اوضه النوم دي يعتبر بالنسبه لك بتبقى المكان الراحه، اللي خلاص بقى بعد تعب اليوم كله والارهاق والزعيق مع العيال ومعرفش ايه، ده بيبقى خلاص مكانك بقى الايه، زي ما بيقولوا كده الصومعه بتاعتك. بتدخلي وتريحي اعصابك فيه وتقعدي كده مع نفسك. فما كانش المكان اللي هتريحي فيه اعصابك يبقى مرتاح كده من حواليكي، ومتنظم ومترتب ومعمول على ذوقك او على حسب راحتك النفسيه، مش هتبقي مرتاحه. فزي ما قلت لك، انا قلت بقى ايه، اقوم كده اتنشط واقوم اعمل الاوضه، واشوف كده يعني انا هعمل ايه، هغيرها ازاي، احط السرير فين، هغير التسريحه مكانها ولا لا. بصراحه قلت اقوم بس اشيل الفرش كده واكنس، وبعدين اقف كده افكر انا هغير النظام ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا طبعا عندي مراتب قطن، ما عنديش اللي هي التاكي دي. بصراحة انا بحب المراتب القطن، مش عشان يعني مش عندي، لا انا اصلا بحب نومتها. يعني انا بجرب، يعني جربتها نومة التاكي دي في كذا حتة، بصراحة لا ما كنتش برتاح. فمش عارفة هل عشان انا دايما متعودة انام على المراتب القطن، ما بنامش على التانية فمش مرتاحة، ولا لو جبت مرتبة مثلا اللي هي التاكي دي وغيرت القطن هتعود، مش عارفة. بس انا بصراحة طول عمري بحب المراتب القطن دي، بحس ان هي مريحة كده غير المرتبة التانية. يعني كنت في مصيف انا وجوزي، والشقة اللي كنا واخدينها كانت كل المراتب اللي فيها اللي هي المراتب التاكي دي، بس مع ان نوعها كان نضيف وحلو. بس مش عارفة، كنت بحس ان انا مش عارفة انام، يعني بحس ان انا مش مرتاحة. انا مش عارفة بقى عشان انا متعودة على المراتب القطن دي ولا لا. فبصراحة ما خدتش القرار خالص ان انا اغير المراتب، يعني ما خدتش القرار ده، بالعكس انا ساعات باخد قرار ان انا انجد المراتب المخدات، لكن ما جاش في بالي خالص موضوع ان انا اغيرها دي لسه بصراحة. فانا خلاص بقى كده زي ما انتوا شفتوا، انا نقلت المراتب وشلت كل الملل، وشلت الحاجه اللي كانت تحت السرير. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان الحاجات اللي تحت السرير دي مش حاجات قديمه، دي بطاطين ومفارش وحاجات وكوفرتات انا جايباها من ساعه ما اتجوزت، ما استعملتهاش لسه. يعني تقريبا امي وهي بتجهزني كانت كانت بتجيب لي جهاز لغايه ما اموت عشان ما اشتريش. وفعلا انا ما اشتريتش، يعني من ساعه ما اتجوزت يا بنات، انا بقالي كام 11 سنه، داخله على 12 سنه اهوت، ما افتكرش ان انا اشتريت حاجه جديده. يعني يمكن اللي اشتريته البطانيه بتاعت اوضه النوم دي اللي انا بتغطى بيها، مش عشان انا ما عنديش، لا عشان الولاد لما كبروا كل واحد خد يعني كل واحد بينام على السرير لوحده، فكل واحد بيتغطى ببطانيه لوحده، فانا كنت جايبه بطانيتين بس، على اساس ان واحده لاوضه الاطفال وواحده لاوضه النوم. لما الولاد الله اكبر كبروا وابتدوا كل واحد ينام على سرير لوحده، بقى كل واحد بطانيه. طبعا انا ما كنتش جايبه بطاطين، يعني بطاطين كتير غير هما اتنين، لان كنت جايبه حاجات تانية. انا كنت جايبه الحفه كتير قوي اللي هي الفايبر، وكنت جايبه الحفه اللي هي التاكي دي كتير. يعني كنت جايبه كذا حاجه غير البطاطين تتغطي بيهم. فبصراحه انا كنت بتغطى انا وجوزي بالحف تاكي كده، بس كان حلو قوي. بس جوزي ما كانش بيحبه لانه كان تقيل، يعني لما تيجي تتغطي بيه كده وتتقلبي تحس ان في تهمه نايمه فوقيكي، فكان بيتضايق منه قوي. فبصراحه قلت خلاص اشتري بطانيه كده تكون خفيفه لاوضه النوم. بس مش اشتريتها يعني عشان انا ما عنديش حاجات، لا انا اشتريته عشان زي ما قلت لكم كده ان الولاد خدوا البطانيتين، واحنا كنا بنتغطى باللحاف وكان تقيل قوي. فانا عندي كميه حاجات والله يا بنات ما فتحتها، ملايات، فوط، بشاكير، بطاطين، يعني عندي
لا مش بطاطين يا ربي، مفارش من بتاعه السرير، المفارش بقى اللي هي جواها فايبر، والمفارش اللي هي العاديه الستان دي. عندي حاجات كتير جدا والله يا بنات ما فتحتهاش. فكل ده طبعا حطاه تحت السرير. طبعا انتوا عارفين بقى اي عروسه لما بتيجي تتجوز بيحط لها الحاجه بقى فوق الدولاب، مش عارفه ايه. انا ما بحبش كده بصراحه، يعني ما بحبش زي ما قلت لكم قبل كده، ما بحبش ابقى راكنه حاجه فوق دولاب فوق مطبخ مش بحب الحاجات دي تبقى باينه كده، ببقى متضايقه. فانا لميتهم كلهم وحطيتهم تحت السرير. فانا بقى خلاص كنت فضيت كله وطلعت كله بره عند الانتريه كده لغايه ما اخلص الاوضه. انا هنا بقى يا بنات شلت التسريحه حطيتها مكان السرير، وحطيت السرير مكان التسريحه. هو اصلا اول ما جيت انصب الاوضه خالص في اوضه النوم، يعني انصبها في الاوضه دي، كان السرير كده، كان ده مكان السرير كده يا بنات، وكان الدولاب مكان ما كنت حاطه السرير الاول. فمره بقى على مره بقعد اغير بقى، انتوا عارفين بقى بتزهقي بسرعه وتملي، فبتحبي تغيري كده او كده عشان تحسي بالتغيير والتجديد. فكل شويه اغير لغايه ما استقريت على ان الدولاب يبقى في الحيطه اللي ورايا دي. يعني شفت انا واقفه ازاي، الدولاب كده ورايا، وببدل في التسريحه والسرير بس. يعني المكان المناسب للدولاب هو الحيطه دي، وحاساه مدي وسع كمان للاوضه، مش واخد مكان يعني. فانا حاطه زي ما انتوا شايفين كده الدولاب، وانا حطيت السرير الناحيه دي، وهنقل بقى التسريحه الناحيه دي مكان السرير، هحطها في الحيطه اللي في الوش. هي بس المشكله في الحته دي ان المرايه قدام السرير على طول. يعني دي ممكن نقطه كده جوزي ما بقاش حاببها لما بغير للنظام ده. بس عادي انا لما كده ممكن يعني المرايه مثلا طبعا عشان حرام تنامي قدامها، ساعات بجيب ملايه كده قبل ما انام واحطها على السرير وانام والصبح اشيلها. يعني دي بالنسبه لي مش مشكله، بس هو جوزي اللي ما بيحبش النظام بتاع ان انا احط السرير والمرايه تبقى قدامه. بس بصراحه انا ببقى مرتاحه نفسيا لما بغير نظام الاوضه. يعني مش قادره اقول لكم، انتوا هتشوفوا دلوقتي النتيجه بعد ما فرشت الاوضه. بصراحه يعني حسيت بفرق شاسع، وكاني جبت اوضه نوم جديده. يعني التغيير في حد ذاته، رغم ان انا ما عملتش اي حاجه ولا غيرت اي حاجه، نفس الفرش نفس العفش كل حاجه، بس التغيير النظام بيحسسك كانك جبتي اوضه تانية، قعدتي في مكان جديد غير مكانك. فبصراحه لا، حسيت براحه نفسيه جامده. دلوقتي هتشوفوا النظام بعد ما افرش يا بنات، ان شاء الله الاوضه تعجبكم. يعني انا بالنسبه لي عجبتني جدا، وحسيت براحه نفسيه كده غير الاول. بصراحه ما كنتش بحب ادخل الاوضه خالص. يعني من ساعه ما كنت ناقله السرير كده عند الشباك اللي هو تحت عند الستاره كده، ما كنتش مرتاحه خالص والله يا بنات خالص. ما مش عارفه، كنت بحس دايما ان انا مكتئبه كده، وان الاوضه دي بالنسبه لي لا مش عايزه ادخل، ولو بدخلها على النوم بس. لكن النظام بقى اللي انا عاملاه دوت لا، انا كنت عاملاه قبل كده اصلا يا بنات وغيرته. يعني كل مدى كده بغير النظام. بس النظام ده بصراحة لا، ساعات انا بالنهار ممكن افضل طول النهار قاعدة في الأوضة. يعني اطلع مثلا ارتب شقتي بره، اعمل اكلي، اوضب حاجتي. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا عندي تلفزيون في الأوضة، فممكن بقى اسيب الولاد بره براحتهم يقعدوا على الشاشة، يقعدوا في اوضتهم، معاهم موبايلاتهم هيقعدوا عليها، وانا افضل قاعدة في الأوضة كده مثلا، اعمل لي حاجة سخنة واقعد كده في الروقان. انا بحب الهدوء اصلا يا بنات، يعني ماليش في الدوشة قوي. فبصراحة لا، يعني لو انت يعني نصيحة مني، لو انت حاسة باكتئاب، حاسة ان انت في حاجة مثلا مش مريحاكي، حاسة كده بملل. طبعا الشتاء ده يا بنات بيجيب اكتئاب، مش قادرة اقول لكم، انا اصلا ما بحبش الشتاء خالص. انا من اعداء الشتاء عشان تبقوا عارفين. فلو انت حاسة باكتئاب الشتاء دوت، او حاسة ان نفسيتك مش هي، قومي غيري. غيري في اي حاجه، غيري مكان انتريه. يعني مش شرط تغيري مكان الانتريه تنقليه حته تانية، لا يعني غيري، هاتي الكنبه دي مكان دي، حطي الكرسي مكان الكنبه، اوضه النوم غيري السرير، امسكي الدولاب كده غيري التطبيقه بتاعه الهدوم، انقلي. انا ساعات والله يا بنات من كتر الاكتئاب بفتح الدولاب. يعني مثلا انا حاطه لجوزي هدوم خروجه في الشماعات اللي هي مثلا ناحيه الشمال، وانا هدوم خروجي في الشماعات اللي ناحيه اليمين، في ضرفه غير الضرفه. انا ساعات من كتر الملل وببقى حاسه مثلا ان انا الدولاب بفتحه حاسه باكتئاب، لا بروح فاتحاه نقله هدوم جوزي الناحيه التانية في اليمين، وانقل هدومي انا في الشمال. لو برص له مثلا هدومه في رف اللي فوق وانا في الرف اللي تحتيه، لا اروح منزله له هو الرف اللي تحت، واطلع هدومي انا الرف اللي فوق. المهم احس باي تغيير. ففعلا والله والله بجد خدوها مني، لو حسيتي باي ملل في اي حاجه في بيتك بالذات، وحاسه ان في طاقه سلبيه كده، قومي اعملي تغيير في شقتك في اي حاجه. زي ما قلت لك غيري ستاره، شيلي المشايات مثلا وحطي المشايه دي مكان دي،
شيلي السجاده دي مثلا من هنا حطيها هنا، يعني شيلي مثلا بتاعه الانتريه حطيها عند السفره، بتاعه السفره حطيها عند الانتريه، طبعا مع مراعاه ان الالوان تكون ماشيه، يعني مثلا ما يبقاش انتريهك لونه مثلا احمر وجايبه السجاده لونه ومثلا السفره لونها تاني لا يعني لازم تغيري بس تكوني متناسقه في الالوان، يعني تكون الوانك حلوه وماشيه مع بعضيها. والله هتحسي كده بالتغيير وبالراحه النفسيه. هنا بقى انا كنت خلصت بقى يا بنات الاوضه كلها، ونقلت التسريحه ودخلت التلفزيون وحطيت الكومودينات زي ما انتم شايفين كده، كل كومودينو جنب السرير، ونزلت الستاير ولمعت الشباك. وهنا بقى قلت ايه افرش التسريحه، حتى المفارش بتاعت التسريحه غيرتها. انا عايزه اقول لكم يا بنات انا عندي غيار للتسريحه مثلا فوق الثلاث غيارات او الاربعه، يعني عندي كذا مفارش للتسريحه، بس التسريحه والكومودينات بتاعت السرير. انا بحب التغيير، وكل ما بروح السوق او بروح حته وبلاقي مفارش بشتري. واللي نافعني كمان يا بنات ان زي ما قلت لكم انا شلت المفارش بتاعه شايله النيش، فالمفارش بتاعه النيش بستغلها واعملها كده، احطها للتسريحه للكومودينو ساعات للتلفزيون، الترابيزه بتاعه التلفزيون كده. فانا كده زي ما قلت لكم يا بنات انا خلصت الاوضه كلها وفرشتها، وقلت بقى افرش التسريحه دي اخر حاجه. زي ما انتم شايفين انا رصيت تسريحتي، بونبونيره بقى اللي على البتاعه دي يا بنات غطاها اتكسر، فانا قلت لا مش هرميها لازم استفاد بيها، فبعمل بيها ايه. طبعا انا عندي كميه مكياج كبيره، فانا شايلاها في شنطه في الدرج التسريحه، وحاطه بس الحاجات اللي انا بستخدمها اليوميه، اللي هو الكحل ماسكارا قلم روج، الحاجات اللي بتستخدميها يوميا. اما الحاجات التانية بقى لا انا شايلاها. بصوا يا بنات سبراي بينك ده انا ما بستخدمش غير منتجات بينك بس، سبراي بقى برفن اي حاجه بينك بس، انا بحبها جدا. ليه بقى؟ الريحه هاديه مش قويه، حتى لو حطيتي منها على هدوم الخروج وانتي ماشيه ما بتبقيش ماشيه ريحتك فواحه في الشارع عشان ما يبقاش حرام ونشيل ذنوب، فهاديه جدا جدا وفي نفس الوقت بتسيب ريحه جميله جدا. كل حاجه منتجات بينك انا بحبها. دي برضو بودره بتستخدميها بعد الحمى، يعني زي مزيلات العرق والحاجات دي، بس دي ممكن تعملي بيها جسمك كله، بتخلي جسمك ناعم ودايما ريحته حلوه، بصراحه تحفه. فانا ما بستغناش عن الحاجات دي بصراحه يا بنات، معطرات الجسم والبرفانات والسبراي ما بستغناش عنهم خالص. دي بقى تركيبه جوزي بيعملها بس تحفه 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 يا بنات، هي اسمها غريبه انا معرفتش اقرا اسمها من على الازازه، بس والله تحفه، يعني كل مره بتخلص بيجيبها. ودي برفانات الولاد، دي بتاعت يوسف، هي شكلها كيوت كده وجميله. ودي بتاعت مالك، طبعا انتوا عارفين هما ما عندهمش برضو تسريحه في اوضتهم فبيحطوا عندي على التسريحه بتاعتي. كل واحد ليه حاجته، بصراحه ازايزهم شكلها كيوت كده وجميله. بصوا بقى يا بنات الزيت ده لو تفتكروا انا كنت جايبه شاور وده كان جاي عليه عرض، انا بستخدمش زيت خالص الا لو هعمل لشعري حمام زيت. فالزيت دوت انا كنت بقول ايه لو تفتكروا في الفيديو المشتريات بتاعي، كنت بقول هديه لبنت اخويا. فجيت في يوم اعمل حمام زيت لشعري وما كنتش لاقيه الزيت اللي انا بستخدمه، فلقيت ده فقلت اجربه. عايزه اقول لكم يا بنات تحفه تحفه تحفه. هو اسمه زيت زيت البنات بالجرجير. تحفه تحفه يا بنات تحفه، بيخلي الشعر طري وجميل. يعني انا حتى سالت الراجل عليه قال لي انه بيتباع لوحده، هو كان عرض وكمان بيتباع لوحده لو حبيت اشتري، فجربوه برضو واسالوا عليه جميل قوي. هنا بقى يا بنات كنت خلاص خلصت ورصيت التسريحه وفرشت الاوضه. زيزو نايم على السرير اهو، كان عمال يزن وبهدل اخواته وكانوا شايلين وانا عماله اروق. وبعد ما فرشت قلت لهم هاتوه بقى نيمه، فهو كان نايم على السرير بقى مستقنيس في النظافه زي ما انتم شايفين كده. والله النظافه حلوه يا بنات، بصوا والاوضه شكلها تحفه. يا ريت تكون عجبتكم، انا بالنسبه لي بصراحه عجباني ومريحاني كده نفسيا. يا ريت انتوا كمان يكون النظام الجديد عجبكم. ابعتولي بقى في الكومنتات وقولولي النظام ده احلى ولا الاول احلى. هستنى كومنتاتكم ولايكاتكم الجميله. ومع السلامه وقابلكم في فيديو جديد.